السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الهبيده. والنهارده اخر حلقه لينا مع كاس العالم. بعد ما فاز المنتخب الارجنتيني ببطوله كاس العالم، اخيرا ميسي بيقدر يفوز بلقب كاس العالم. بعد غياب 36 سنه من اخر كاس عالم كسبوه في سنه 86، بيقدروا يفوزوا باللقب للمره الثالثه في تاريخهم عشان يحطوا النجمه الثالثه على قميص او شعار المنتخب. المنتخب الارجنتيني بدأ المباراة بضغط شرس جدا. انا كنت شايف ان ممكن تكون حماس البدايات، لكن لا، المنتخب الارجنتيني قدر ان هو يهدد مرمى المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي ما جاش المباراة ولا تسديد على المرمى لغاية الدقيقة تقريبا 75، ولغاية ما حصلت ضربة جزاء كان المنتخب الفرنسي ما جاش الماتش. يعني من اول الدقيقة 80 لغاية بعد الدقيقة 80 المنتخب الفرنسي قدر ان هو يرجع تاني، وقدر ان هو يهدد مرمى المنتخب الارجنتيني، وكان اقرب ان هو يخلص الماتش في الاوقات الرسميه وفي الوقت الاصلي. وفي الاشواط الاضافيه في اخر كره اللي جت ديت في حوالي الدقيقه 122 كان ممكن يخلص بيها المنتخب الفرنسي على المنتخب الارجنتيني ويفوز باللقب من قبل ما يروح ضربات الترجيح. المنتخب الارجنتيني عجبني جدا انخيل دي ماريا اللي عامل ماتش رائع جدا، قدر ان هو يجيب ضربه جزاء اخدها بمنتهى الذكاء. عثمان ديمبلي بعد ضربه الجزاء ديت لما عملها خرج تماما من الماتش. عشان كده انا فهمت التغيير اللي عملها ديدي شامب ان هو خرج عثمان ديمبلي من الملعب. الحاجه الوحيده اللي انا ما فهمتهاش هو ليه خرجت اوليفير جيرو. انت تخرج واحد زي اوليفير جيرو لازم يكون عندك بديل ليه، والبديل بتاعه هو كريم بنزيما، وانت عملت معاه مشكله وطلعته بره القايمه خالص. وده اللي اتضح لنا بعد كده ان هي ما كانتش اصابه نهائي. ممكن تكون في الاول كانت اصابه وكانت ممكن يكمل البطوله معاهم، لكن هو فضل ان هو يخرجه بره البطوله وبره القايمه اللي تشارك في بطوله كاس العالم. بينجح المنتخب الارجنتيني ان هو بيسجل هدف اول عن طريق ليو ميسي، عن طريق ضربه الجزاء اللي خدها دي ماريا، عشان بعد كده المنتخب الارجنتيني بيسيطر سيطره كامله على الملعب. وخصوصا عجبني جدا انزو بريز اللاعب اللي عنده 21 سنه اللي كان عامل ملحمه في نص ملعب المنتخب الارجنتيني، وكان نص ملعب المنتخب الفرنسي ما كانش موجود بالمره. كان بيسيطر المنتخب الارجنتيني على الملعب تماما بالطول وبالعرض، وقدر ان هو بعد كده يسجل هدف ثاني عشان تبقى النتيجه 2-0 عن طريق انخيل دي ماريا. وكلنا قلنا ان خلاص الماتش كده خلاص خد اتجاه المنتخب الارجنتيني، خلاص كاس الارجنتيني قدر ان هو يحسم الماتش لصالحه وخلاص 2-0 يعني الماتش خلص. لكن بنتفاجئ بعد كده ان من اول الدقيقه 80 بيعود المنتخب الفرنسي وخصوصا كيليان امبابي اللي بيجيب اللي خد ضربه جزاء وسجل ضربه الجزاء يقلص بيه الفرق تبقى النتيجه 2-1. انا من اول ما شفت اول ما دخل المنتخب الفرنسي ضربه الجزاء ديت وبقت النتيجه 2-1 قلت بس المنتخب الارجنتيني هيلبس الجون الثاني. المنتخب الارجنتيني كان مهزوز بعد ما دخل في الجون الاول. خلاص انت كنت ممكن تشوف جون تاني وجون تالت داخلين في المنتخب الارجنتيني، وكنت ممكن تشوف الماتش بيخلص في الوقت الاصلي في 90 دقيقه. قدر المنتخب الفرنسي ان هو يسجل هدف ثاني برضه عن طريق كيليان امبابي اللي بيسجل هدف روعه قمه الروعه، وخصوصا ان كيليان امبابي قدر ان هو يسجل في الهاتريك في الماتش ده تاني لاعب يقدر يسجل هاتريك في نهائي كاس العالم بعد هورست اللاعب الانجليزي اللي لما سجل هاتريك في نهائي 1966 قدام المنتخب الالماني لما كسب المنتخب الانجليزي المنتخب الالماني بنتيجه 4-2. كان نجح هورست ان هو يسجل هاتريك. نجح كيليان امبابي ان هو يسجل هاتريك عشان يتساوي مع هورست ان هو يسجل هاتريك في نهائي كاس العالم. بجد كان من امتع النهايات اللي انا اتفرجت عليها ومن امتع نهايات كاس العالم اللي فاتت كلها. لا، النهائي ده كان حقيقي قمه الروعه. يمكن النهائي الوحيد اللي انا اتفرجت عليه وكنت حاسس ان هو قريب منه وهو كان نهائي دوري ابطال اوروبا. انا المقارنه ما ينفعش ما بين الاثنين، لكن نهائي دوري ابطال اوروبا سنه 2005 كان نهائي ما بين ليفربول واي سي ميلان الشهير، لما كان اي سي ميلان متقدم 3-0 وقدر يرجع ليفربول بالنتيجه 3-3 وراحوا للاشواط الاضافيه، وبعد كده بيروح لضربات الجزاء وبينجح ليفربول ان هو يفوز باللقب. المره دي في كاس العالم احنا شفنا المنتخب الفرنسي بيعود بالنتيجه من 2-0 ل 2-2 وقدر بعد كده يعود بالنتيجه حتى مع الهدف الثالث اللي سجله ميسي وكلنا قلنا خلاص الماتش خلص. لا، بيرجع تاني كيليان امبابي عشان ياكد حظوظ منتخب فرنسا ان هو يفوز باللقب، وبيقدروا يسجلوا الهدف الثالث عشان تبقى النتيجه 3-3 بهدف كيليان امبابي الثالث اللي هو الهاتريك اللي سجله المنتخب الفرنسي. كان حطم بيه كيليان امبابي عدد اهداف كاس العالم المسجله في بطوله واحده. قدر ان هو يوصل للهدف 172 في تاريخ كاس العالم. يعني ايه؟ يعني في كل البطولات اللي اتلعبت كان ابرز رقم احنا وصلنا له في اهداف كاس العالم كان 171 هدف.
لا، البطوله دي اتسجل فيها 172 هدف بالتمام والكمال. حقيقي كانت من امتع بطولات كاس العالم اللي اتفرجنا عليها. حقيقي المنتخب الارجنتيني كان يستاهل ان هو يفوز باللقب لختام مسيره ليو ميسي. الانجاز الكبير اللي حققه، ما اعتقدش ان هو، حتى لو هو، احنا سمعنا تصريحات ان سكالوني قال قبل الماتش ان ده هيكون اخر ماتش لميسي اي كانت النتيجه مع المنتخب الارجنتيني. لكن بعد الماتش فاجئنا ان ميسي قال ان انا هظل وهكمل تاني مع المنتخب الارجنتيني. انا شايف ان من وجهه نظري ان ميسي ما يلعبش تاني مع المنتخب الارجنتيني، يعتزل دوليا. ان انت بتعتزل على القمه دي في حد ذاته شيء رائع جدا. ما اتمناش طبعا ان ميسي يبقى في نفس الموقف اللي فيه كريستيانو رونالدو حاليا مع المنتخب البرتغالي، وحتى مع الفريق بعد ما فسخ عقده مع المنتخب البرتغالي ان هو كان بيشارك من على الدكه. وصل لمرحله ان الجماهير كانت بتطالبه ان هو ما يكملش مع المنتخب البرتغالي. انا مش عايز ميسي يوصل لنفس المرحله. الاثنين اسطورتين. بالنسبه للناس اللي بتقارن ما بين ميسي ورونالدو، يا جماعه ما فيش اي وجه للمقارنه بينهم. ده اسطوره وده اسطوره. الاثنين امتعونا وقدموا كل ما عندهم. كريستيانو ما نجحش ان هو يحقق لقب كاس عالم، ميسي نجح. ده نجح في ارقام قياسيه حققها، وده نجح في اشياء ثانيه حققها. فالاثنين اسطورتين احنا استمتعنا بيهم. حقيقي الفتره بتاعت ميسي وكريستيانو على مدار ال 15 سنه اللي فاتوا احنا استمتعنا بحاجه اسمها ليونيل ميسي وحاجه اسمها كريستيانو رونالدو. نتمنى طبعا ان احنا نشوف اساطير ثانيه تيجي. انا شايف فعلا كيليان امبابي هو اللي جاي، لاعب عنده 23 سنه وبيقدم الاداء ده في نهائي كاس عالم، وبيقدر يوصل للرقم 12 في اهدافه المسجله في كاس العالم على بعد 4 اهداف فقط من ميروسلاف كلوزا اللي هو الهداف التاريخي لكاس العالم. وانا شايف ان ده مش بعيده، ممكن في كاس العالم اللي جاي يكسر الرقم ده بكل سهوله. كيليان امبابي حقيقي قدم واحده من امتع المباريات اللي قدمها في كاس العالم، خصوصا مش هنقدر ونقول ان هو قدم المباراه كامله، لا ده من بعد الدقيقه 80 من ساعه ما سجل ضربه الجزاء. وكيليان امبابي تقريبا اتحول تماما. كل المنتخب الفرنسي اتحولوا تماما، كانهم وصلوا الملعب في الدقيقه 80. الماتش بالنسبه لهم بدا في الدقيقه 80. المنتخب الارجنتيني وقدم واحده من احسن المباريات اللي لعبها على مستوى نهائيات كاس العالم. كان في اخطاء من سكالوني اللي انا في تبديلاته اللي ما فهمتهاش، ان هو يسحب انخيل دي ماريا من الملعب. كان انخيل دي ماريا كان نجم اللقاء بالنسبه لي. ليونيل ميسي سجل وصنع وسجل ضربه الجزاء، لكن انا شايف ان دي ماريا كان افضل لاعب في المنتخب الارجنتيني في نهائي كاس العالم. وكان افضل لاعب في المنتخب الفرنسي كيليان امبابي. برضه دي شامب سحبت ايفا جيرو، وبعد كده ان هو يسحب انطوان جريزمان. هو كده قضى على كل اللعيبه الخبره اللي موجوده في الملعب. انا كنت قلقان على المنتخب الفرنسي وكنت شايف ان الماتش منتهي تماما، لكن هم فاجئونا وقدروا ان هم يرجعوا بالمباراه وقدموا مستوى كويس من بعد الدقيقه 80 وخلال الاشواط الاضافيه، وكانوا ممكن بشكل كبير ان هم يخلصوا على المباراه في الوقت الرسمي او الوقت الاصلي، خصوصا في الاشواط الاضافيه او في طوال 90 دقيقه كانوا ممكن يخلصوها في اخر 10 دقائق. لكن بعد كده بينجح المنتخب الارجنتيني ان هو ياخد المنتخب الفرنسي ضربات الترجيح، واحنا كلنا عارفين ضربات الترجيح بالنسبه للمنتخب الارجنتيني وهم حاطين املهم على حارس المرمى ايميليانو مارتينيز. الحارس ده كلح كلاحه يا جماعه انا ما شفتهاش في حياتي قبل كده. ايميليانو مارتينيز اخذ احسن حارس في البطوله ويستحقها حقيقي. صد ضربتين جزاء. انا كنت خايف ان كيليان امبابي سجل 3 اهداف وكان داخل يسدد ضربه الجزاء، وانا كنت حاسس ان هو كان ممكن يضيعها، لكن نجح في ان هو يسجلها. لكن بعد كده ايميليانو مارتينيز تصدى بضربتين جزاء وقدر يحسم اللقاء للمنتخب الارجنتيني بضربات الترجيح. كان اعتماد ميسي على ايميليانو مارتينيز في ضربات الترجيح، وقدر المنتخب الارجنتيني ان هو يفوز باللقاء ويحقق لقب كاس العالم الغايب وزي ما قلنا من 36 سنه عشان يوصلوا للقب الثالث في تاريخهم. طبعا بالنسبه لي ان ميسي كده ما حدش منتظر منه ان هو يحقق اي حاجه او يثبت اي حاجه. كانوا بيسموه المتخاذل. حقق معاهم كوبا امريكا، حقق معاهم كاس العالم. فاعتقد ان الجمهور الارجنتيني حاليا راضي عن ليونيل ميسي، راضي تمام الرضا، مش مطلوب منه اي حاجه. حتى لو قام بكره الصبح وقال لك انا بعتزل لعبه كره القدم، فهو الراجل معتزل وهو على القمه. ده من وجهه نظري احسن حاجه لميسي ان هو يعملها، ان هو ينهي مسيرته الدوليه مع المنتخب الارجنتيني حاليا. ممكن قدامه سنه ولا 2 كمان يعني يلعبهم. انا متوقع بشكل كبير ان هو ممكن يرجع لبرشلونه مره ثانيه. هنشوف الايام مخبيه ايه ليونيل ميسي، والايام برده مخبيه ايه لكيليان امبابي اللي عليه علامات استفهام، واعتقد ان هو مش هيكمل كتير مع باريس سان جيرمان. بس هي دي كل كلامنا عن اللي حصل في الماتش. حقيقي
امتع نهائي اتفرجت عليه في تاريخ نهائيات كاس العالم، امتع نهائي اتفرجت عليه وامتع مباراه اتفرجت عليها في التاريخ بالنسبه لي. من ساعه ما ابتديت اتابع كوره لغايه دلوقتي ما شفتش مباراه بالحلاوه وبالجمال ده كله. وهنا نكون خلصنا اخر حلقه لينا مع كاس العالم، بتنتهي تغطيتنا لكاس العالم. انتظروا بقى كل ما هو جديد من الهبيده، من حلقات دوري ابطال، حلقات دوري انجليزي، حلقات دوري اسباني وايطالي. هنحلل كل الماتشات اللي جايه وخصوصا دوري الابطال. هنعمل حلقه لدوري الابطال جايه، وبخصوص الناس اللي توقعت صح منهم طبعا علاء الشاعر، اللي قدر ان هو يجيب التوقع صحيح، ان هو قال ان المنتخب الارجنتيني هيفوز ولكن عن طريق ركلات الترجيح، وفعلا ده هو اللي حصل. التيشيرت عندي وانا هجيبه لك بنفسي لغايه عندك. طبعا نتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق. بالنسبه للدوريات بقى خلاص هترجع تاني، الدوري الانجليزي مستنيين متعه البريمير ليج، هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقات جايه. وعلى فكره توقعاتنا ما انتهتش، لا انتظروا التوقعات اللي جايه في الماتشات اللي جايه، من خصوصا من دوري الابطال. اللي هيجيب توقعات صح هيكون ليه تيشيرتات بس لاي فريق هو بيحبه، ايا كان الفريق اللي هو عايزه هنجيب له التيشيرت بتاعه لغايه عنده. وبس كده. بالنسبه لكاس العالم يا كابتن، لا كاس العالم مين بقى خلاص، والله هيوحشنا والله. كاس العالم للانديه يا كابتن. لا كاس العالم للانديه ده هو الاهلي هيلعب صح؟ حبيبي يعني والله شابوه 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 لانفانتينو، بعتها له من هنا بقول له شكرا ان الاهلي هيشارك في كاس العالم تقريبا المره الثامنه في تاريخه، حاجه زي كده. هنتكلم برضه في حلقه عن كاس العالم للانديه بس لما يجي وقتها، لسه بدري، احنا بنتكلم عن كاس العالم لسه في شهر 2. هنعمل حلقه قبليها وهنتكلم عن حلقه عن انا هحاول ان انا اتكلم عن حلقه عن ايجيبشن ليج، مع اني انا مش حابب اعمل كده بس ماشي. دوري ابطال افريقيا يا كابتن. لا دوري ابطال افريقيا لا، لما يلعب ماتشات الدور الثمانيه نبقوا نتفرجوا ونحللوا بعد كده ايه اللي هيحصل. اصلك سان داونز والناس دي ما عندناش مرار، احنا خلينا في دوري الابطال اللي هيسخن ماتشات بس كده. ده اللي احنا كنا عايزين نقوله. نتمنى لكم التوفيق واتمنوا لنا التوفيق، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للحلقه لو عجبتكم، واستنونا في حلقات جايه. احنا ما خلصناش، احنا معاكم ومكملين. سلام عليكم.